إذا علم الإنسان أن الله عليم اطمأن قلبه. فالمظلوم نقول له الله يعلم ظلامتك، المهموم الله يعلم همك، يا مريض الله يعلم والله أنينك وآلامك، والله يعلم للخائف خوفه وللمريض مرضه وللمكروب كربته، الله عليم. اطمئن. أنت الطبيب تحتاج تقنعه كثيرا حتى تكشف له آلامك. لازم تعلم الطبيب ويقعد يكتب ويعبي ملفات وبعضها والتاريخ المرضي والفحص السريري، هذول المخلوقين. وإذا بغيت تنفس الكرب من إنسان تطلبه قرضة لازم تعلمه ديون وكفلني فلان وسجن فلان وبس جنب بكرة ونبي وطلعت بالكفالة. وبعض البشر مثل الله عليم اطمئن. ولذلك المظلوم إذا علم أن الله عالم بظلمه، لو أجمع الخلق كلهم على ظلمه وربي فوض الأمر إليه لنصره الله، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا علمت أن الله ناصرك أسألك بالله وش عليك من المخلوقين؟ هن اقتنعوا يقتنعون، ما اقتنعوا يكفيني علمه وهو القوي. عليم ليس علما ليس معه قدرة، هو عليم حكيم قوي جبار مهيمن ملك قيوم جل وعلا. اطمئن، كن مع الله. السؤال بس كن مع الله. ولذلك ليست القضية أن يكون الله معك، الله مع المتقين مع المحسنين ويحبهم، لكن هل أنت معه؟ ترى هذا السؤال يا أخوان، هل أنت معه؟